اليوم أنا أوجه مخاطبة لكل إنسان حريص على هذا الدين. تقبل أنت أن يوصل الدين إلى هذا التمثيل الهزيل؟ أباوع مقطع فيديو لروحاني من هؤلاء الدجلة اللي استخدموا علم الروحانيات في الدجل، طالع لي كأنما الجن اللي لابس هذا المريض جن من الهند، جن هندي، ويحكي ويعود باللغة الهندية، لغة مولانا والله أول مرة أسمعها. أنت يهودي؟ يا لا إله إلا الله سكادي، لا إله إلا الله سكادي، أطلع بقدرة الله. أنت هندي؟ هندية؟ أيا هندية؟ فرد شيء سخرية. بعدين يتعاركون بيناتهم كل من حط له فضائيات. افترب شوارع العاصمة، أباوع عمارة بكاملها مركز، أقول لهم من هذا؟ يقولوا لي لفلان يستخدم الروحانيات والجن. عجيب، معقولة وصلنا لهالتخلف بالمجتمع؟ صاروا أمثال ذولا يمتلكون مراكز، وغابت الفلسفة وغاب العلم وغاب التحضر وغابت الثقافة وغاب الحب. اصحوا شبابنا، إلى متى أنتم غفلة؟ اصحوا اصحوا شبابنا، إلى متى أنتم غفلة؟ اصحوا. شلون تقبل دينك يوصل إلى هذا المرحلة الهزيلة؟ شنو ذولا؟ شنو هالدجل؟ مع احترامنا للمختصين في هذا العلم، شنو يوصل الحال؟ ركبته إنسان ركبته توجعه، بدل ما يروح الطبيب مفاصل يروح لهذا يقول له عندك جني بركبتك بشرفك. هذا منطق؟ ايده توجعه متنه يوجعه يروح له يقول له اكو جني نايم بين ضلوعك. شنو هاي؟ من شفت المقطع صفقت ايد على ايد، قلت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا مرحلة من التخلف وصلنا، اللي صاروا امثال هؤلاء يمثلون الدين ويحجون بمحمد وآل محمد. بري منكم رسول الله واعترض الله، والله بريء. بريء لو مو بريء؟ ها؟